اهلا بيكم في حلقه جديده من فيت باي ساينس. النهارده هنتكلم عن ازاي تشرب ميه علشان تقلل وزنك، والفوائد العلميه لشرب الميه اكتر، وهي ايه اصلا كميه الميه المفروض تشربها. اول حاجه اتكلم عليها دراسه عملتها الناشونال انستيتيوتس اوف هيلث على مجموعتين من الناس. المجموعه الاولى كانت تشرب ميه قبل الاكل، والمجموعه الثانيه بعد الاكل. وبعد 12 شهر اكتشفوا ان المجموعه اللي كانت تشرب الميه قبل الاكل وزنها قل اكتر بنسبه 44% عن المجموعه الثانيه. وفي دراسه ثانيه اثبتت انك لو شربت الصبح 17 اونسز من الميه، يعني حوالي 500 مللي، كده نسبة الحرق بتاعتك هتزيد بنسبة 24%. وهتكلم بسرعة دلوقتي عن 7 فوائد علمية تانية لشرب المية. مخك بيتكون بنسبة من 75 ل 85% من المية، فلما بتشرب مية بانتظام انت كده هتحسن وظائف المخ وتركيزك هيزيد بشكل أكبر. سادس فايدة ان كل لما بتشرب أكتر كل لما بتاكل أقل، علشان المية بتقلل نسبة الجوع وبتدي إحساس بالشبع، فهتساعدك انك تقلل وزنك. خامس فايدة ان جسمك هيتخلص من السموم بشكل اسرع، ودي حاجة بتمنع الايجين، يعني لو انت عايز شكلك يبقى صغير على طول واشرب ميه دلوقتي. رابع فايدة ان الميه بتقلل ان يحصل لك امراض كتيرة جدا، منها ارتفاع الضغط وتكوين الحصوات ومشاكل القولون وامراض تانية كتير. فلو عايز توفر فلوسك بدل ما تضيعها على الدكاترة اشرب بس ميه اكتر. تالت فايدة ودي من اهم الفوائد ان وظائف قلبك هتتحسن. ايوه، انت لو شربت 5 كوبايات ميه في اليوم نسبة ان يحصل لك ازمة قلبية هتقل لحوالي 41%، ودي نسبة كبيرة جدا. تاني فايدة انك هتقدر تحافظ على جلدك وبشرتك انعم وانضف، علشان المية بترطب البشرة، ودي حاجة اكيد هتفرح البنات اكتر. واخر فايدة اكيد كلنا بنفكر فيها دلوقتي ان المية هتوفر فلوسك بدل ما تشتري مشروبات تانية تضرك، فصحتك ومحفظتك هيشكروك على شربك للمية. بالنسبة بقى لكمية المية المفروض تشربها، معظم الدراسات قالت انك تشرب حوالي من لتر ل 2 لتر في اليوم، يعني حوالي 8 كوبايات، كل كوبايه 200 مللي، بس دي بتختلف من شخص لتاني وعلى حسب المجهود اللي انت بتبذله. انصحك تشرب ميه في اي وقت تحس انك عطشان فيه، ولما تلاقي لون اليورين بتاعك بقى غامق كده انت محتاج تشرب ميه اكتر.